السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا، تحياتي لكم. إن شاء الله في هذا المقطع الثاني هذا يدرش مقطع قبل هذا المقطع إن شاء الله الثاني، النصائح الثانية. إن شاء الله في هذا المقطع الثاني هذا غنحاول ندوي لكم على حساب التربية ديال الدجاج، حساب التربية ديال الدجاج. في التربية ديال الدجاج راه كاين الدجاج اللي كيكون لاحم، وكاين الدجاج اللي تيكون بياض، وكاين الدجاج اللي تيكون كيخدم بليهم بجوج بياض ولاحم في نفس الوقت. استهلاك مشترك، تكون عنده استهلاك مشترك. بالنسبة للدجاج من الأحسن أزل اللي بغى يربي الدجاج. نصيحة كندوي دابا على التجربة، ماشي زعما كندوي على التجربة. النصيحة اللي بغى يربي يشوف التخصص اللي غيتلاح ليه، واش بغا غير يكبر يبيع للسوق اللحم على أساس الأكل ديال الذبيحة الماكلة، ولا باغي يكبر ينتج البيض. إلا كنتي تنتج البيض غدير السلالات ديال البيض، كنتي تنتج اللحم التسمين ديال الشي ديال الفراج غدير السلالات ديال اللحم. ناخذ على سبيل المثال وكاين الدجاجات اللي كيكون مشترك، واغلبيه دابا كيخدم على اساس انه مشترك. الفروج كيدير الفكره اللي كيمشي بها الفروج على اساس انه يكبر يوجد يمشي يذبح يبيع على اساس الذبيحه، والفروج والدجاجه كتبقى على اساس انها تاكل، على اساس انها تولي بياض، تبقى بياضه. شفت انايا عندي واحد الفروج، شفت عندي واحد الفروج هنا كيشرب ليا من الجلسه. السبب اش ما عرفناش السبب، كاين الماء لداخل. كيبان لي خصني نخرج ليهم هكا برا. عفوا عليك المنتج ديال البراهمه نخرج ليهم برا. دابا صافي، دابا الحمد لله هاد الايام دابا مشتويه او مشمشه، اللهم بارك. انا نخرج كيما الماء برا، لا عارف مازال. فاش خليناها كنا كندويو على اساس تفريق ما بين الدجاج البياض والدجاج اللاحم واللي كيخدم لهم بجوج. كاين سلالات كثيره كتخدم على اساس البيض، ولكن انت كمبتدئ ولا عاد باغي تبدا وما عندكش واحد الدرايه في الميدان كتخاف من الامراض، احسن سلاله في البيض هي هاد اللي كتليق لك، هي الفيوم الذهبي. كاين حرفيين كيخدموا بهم. احسن سلاله في البيض هي الفيوم الذهبي. فيومي الذهبي وحيد لهم الفروج. الا كنتي بغيتي دير البيض الماكله حيد الفروج، ما تطلقش لهم حتى شي فروج. هادشي كيخلي اساس البيضه تكبر، تكون البيضه كتبقى تزاد مع المده. عندي تبارك الله دابا انايا في يوميات تبارك الله بيضه بحال ديال البلدي، بحال الدجاجه البلديه كبيره تبارك الله، بيضه حجم كبير. حقاش هادي كتطلق عليهم الفروج، اللي كتحيد لهم الفروج كيلعب فرق. عندك الدجاج البياض بغيتي غير الماكله حيد الفروج ودير الدجاج ودير الفيومي الذهبي. بغيتي دير بالنسبه للتخصيب والتفقيس عندك كيبقى مشروع بوحدو، هذاك ما كمبتدئ بعد عليه. ولا بغيتي دير عتيني الفراج ديال اللحم، خذ خليط السلالات ومن الاحسن الدجاج الفرنسي. الدجاج الفرنسي تا هو راه بياض، اللهم بارك. الدجاجه بياضه ولاحمه في نفس الوقت، هما راه عندهم غرضين، اللحم وبيض. ولكن راه المناعه ديالها حساسه. الدجاج الفرنسي المناعه ديالو حساسه، هذا هو المشكل اللي كاين في الدجاج الفرنسي.
المناعه ديالو حساسه. الفراج ديالهم تبارك الله بزاف، كيوصلوا 3 شهور 4 شهور، كيوصل لك 2 كيلو ونص 3 في العمر ديال 3 شهور 4 شهور، اللهم بارك. لذلك على حسب فين بغيتي تلاح، واش تنتج البيض ولا بغيتي تنتج البيض ديال التفقيس ولا بغيتي تنتج الدجاج ديال اللحم فراش، تسمى الفراش هذا ما كاين. ولا كنتي تلاحيتي الفيومي الذهبي الفراش ديالهم ما كيطلعوش، ماشي كنحقرهم لها تبارك الله. راه كانوا عندي وصلوا 2 كيلو ونص 2 كيلو اللهم بارك، راه ولكن في مده طويله صراحه، قال مده طويله كياخذوا مده. الدجاج الفرنسي داكشي اللي الدجاج الفرنسي داكشي اللي ياخذوا الفيومي في 8 شهور 9 شهور باش يوصلوا. في الدجاج الفرنسي يوصلوا 3 شهور 4 شهور كيوصل هذاك الوزن يخص. هادشي فيما يتعلق اختلاف ما بين الدجاج البياض والدجاج ديال اللحم والدجاج اللي كيكون بيناتهم. الدجاج الفرنسي كيكون بيناتهم، الدجاج الفرنسي كيكون ما بيناتهم، وكاين اللي غادي يحسبوا على اساس انه دجاج لاحي ونقدر نقول عنده الحق. المهم هاد النصيحه هي اذا كنتي باغي دير الدواجن اختار فين تلاح باش حيت كاين اللي كيبغي يدملو كيبغي يدير كلشي، هذه خايبه. كنتي يلا بادي قسم فين تمشي، واش تربي اللحم تربي البيض ولا تربي التفقيس ولا تربي ليهم بجوج. ما كنصحاش، عزل اختيار واحد مع المده. بغيتي دير خريطه السلالات، بغيتي تكثر، بغيتي دير بزاف ديال هذاك الساعه نتفق معك تكون بداك بنيت واحد التجربه. فاش كتبني التجربه ديالك على الفيومي الذهبي راه كيكونوا شي حالات ساهلين. الفيومي الذهبي اللهم بارك راه بحال الطائر الحبشي، راه بحال الحبش، المناعه ديالو في السلوك ديالو في كلشي ديالو كما كنقولوا خلوي. المهم نتمنى نكون وصلت الرساله ديالي، نتمنى ما نكونش ثقلت عليكم. تحياتي لكم، حفظكم الله ورعاكم، اعانكم الله.